السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بأقل رأس مال ممكن تتخيله تقدر تفتح مصنع بهارات صغير في بيتك. أيوة، هو مصنع حقيقي مش كلام إعلانات. لو نفذت كل كلمة هقولها دلوقتي هتعمل دخل محترم من أوضة فاضية عندك. مشروع البهارات هو الكنز اللي التجار مش عايزينك تعرفه. هتقول لي السوق مليان بهارات، هقولك مليان بهارات مغشوشة وملهاش ريحة. إنما بهارات نظيفة ريحتها تجيب آخر الشارع ومتغلفة بشكل شيك دي مش موجودة كتير. البهارات الحصى لما تشتريها جملة وتطحنها وتغلفها بنفسك مكسبك فيها بيبقى كبير جدا. يعني اللي بيقف عليك بسعر بتبيعه للزبون بالضعف مرتاح، والزبون بيبقى مبسوط عشان الجودة. لو بعت كمية بسيطة كل يوم آخر الشهر هتلاقي رقم يعيشك مرتاح. ده غير إن المشروع حلال 100% ومطلوب في كل بيت طول السنة. أهم من الشغل إنك تعرف هتبيع لمين. عندك ست البيت ودي بتشتري الأكياس الصغيرة وبتشتري كل شهر ومكسبك معاها كبير. وعندك المطاعم والكافيهات دول بياخدوا كميات كبيرة بالكيلو فمكسبك في الكيلو أقل بس بيعوض في الكميات. وعندك محلات العطارة وده تاجر زيك هياخد من كميات بسعر الجملة. والكنز الحقيقي هو الأونلاين. تعمل خلطات خاصة بيك باسمك. خلطة ال7 بهارات، خلطة الفراخ، خلطة الكبسة. الزبون الأونلاين بيدفع في التغليف والبراند. نصيحتي ابدأ بست البيت والأونلاين، ولما رجلك تثبت ادخل على المطاعم. الموضوع أبسط مما تتخيل ومش محتاج مصنع ولا عمال. كل اللي هتحتاجه مطحنة توابل قوية ودي أهم حاجة في المشروع كله. وهتحتاج ميزان ديجيتال حساس عشان توزن الجرامات مضبوط. وهتحتاج ماكينة لحام أكياس عشان تقفل الكيس صح وما يخش هواء. والبضاعة ابدأ ب5 أنواع بس مشهورين زي الكمون والفلفل الأسود والكزبرة والشطة والكركم. ما تكترش في الأول. وهتحتاج تغليف أكياس مطبوعة باسمك ولوجو بسيط وستيكرات. المكان أي أوضة فاضية في البيت بس المهم تبقى ناشفة تماما وما فيهاش أي رطوبة، لأن الرطوبة بتخلي البهارات كتل وتبوظ. وفي البداية جرب وبيع للمعارف، ولما الدنيا تمشي ابقى اعمل ورق رسمي عشان توسع شغلك. وصلنا لسر المهنة اللي هيخلي الزبون يجيلك مخصوص. أول سر هو التحميص. قبل ما تطحن أي بهارات حصى لازم تديها تحميصة خفيفة على نار هادية عشان تطلع الزيوت العطرية اللي جواها. هي دي الريحة اللي بتجيب الزبون من على بعد. دقيقة أو دقيقتين بس، وأول ما تشم الريحة تطلعها فوراً لأنها لو اتحرقت طعمها هيمرر. السر الثاني هو الطحن على مرحلتين. ما تكبس المطحنة مرة واحدة. اطحن طحنة خشنة الأول وريح المكنة وبعدين اطحن ناعم. كده البهارات ما تسخنش منك لأنها لو سخنت هتفقد نص ريحتها وطعمها. السر الثالث هو الخلطات السحرية ودي بقى فيها كل الفلوس. الناس بتحب تشتري الخلطة الجاهزة. اعمل خلطة ال7 بهارات بتاعتك، خلطة شاورما، خلطة سمك. الزبون بيدفع في الوصفة المضبوطة أكتر من البهارات السادة. السر الرابع هو التعبئة الصح. أكبر غلطة إنك تعبي البهارات وهي سخنة بعد الطحن. لازم تسيبها تبرد تماما ساعتين على الأقل. لو عبيتها سخنة هتعرق في الكيس وتعمل بخار وتربي عفونة. ولازم الكيس يتقفل كويس جدا لأن العدو الأول للبهارات هو الهواء والرطوبة. عملت أحلى بهارات، مين هيشتري؟ أول طريقة السوشيال ميديا. صور فيديو قصير وأنت بتحمص الكمون والريحة طالعت. اكتب عليه سر ريحة أكل أمهاتنا. الفيديو ده هيجيب لك طلبات وأنت قاعد. تاني طريقة العينات المجانية. اعمل أكياس صغيرة عينات ووزع على جيرانك وقرايبك وقولهم جربوا وقولوا لي رأيكم. اللي هيجرب نظافتك هيبقى زبون دايم. تالت طريقة المطاعم الصغيرة. روح لمحل فول وطعمية أو كشري جنبك وإديله كيس كمون هدية وقوله جرب ده في شغلك. لو عجبه هيبقى بيشتري منك بالشكارة كل أسبوع. رابع طريقة المعارض والبازارات. أي معرض في نادي أو منطقة أجر ترابيزة يوم واحد. اليوم ده ممكن تبيع فيه شغل شهر. وأهم قاعدة في التسويق إنك ما بتسوقش بهارات. أنت بتسوق ريحة وطعم ونظافة. الجملة دي لو فهمتها هتبيع بضعف السعر. عشان ما تقعش ابعد عن 3 غلطات. الغلطة الأولى إنك تشتري بهارات مطحونة جاهزة. كده هو أنت مش مصنع، أنت بتغلف بس. المكسب كله في الطحن والمطحون الجاهز أغلبه مغشوش. هتخسر زبونك وسمعتك. الغلطة الثانية هي الغش.
تحط لون صناعي على الكركم أو تخلط الفلفل الأسود بحاجة تانية. الزبون المصري ذواق وبيفهم، هيقفشك من أول معلقة ومش هيشتري منك تاني ولو ببلاش، لأن سمعتك هي راس مالك الحقيقي. الغلطة الثالثة هي التسعير الغلط. ما تقلدش سعر العطار اللي جنبك وخلاص. احسب تكلفتك صح وحط هامش ربح يحسسك بقيمة شغلك. أنت بتبيع جودة وتغليف ونظافة ودهي له تمن. المشروع كله بين إيدك دلوقتي. الخطوة الأولى هي أصعب خطوة وبعدها كله بيمشي. ما تستناش الظروف المثالية، ابدأ بالمتاح عندك وطور واحدة واحدة. مصنعك الصغير ده ممكن يبقى شركة كبيرة بعد سنة. لو استفدت من الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في قناة مشروعي. واكتب لي في الكومنتات ناوي تبدأ بأنهي نوع بهارات الأول. أشوفكم في مشروع جديد. سلام.